فإن الله عز وجل إنما أنعم علينا بنعم كثيرة وعظيمة لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونحن إنما مستخلفون في هذه النعم من قبل الله، ومسؤولون عنها يوم القيامة أمام الله، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهنا قاعدة لازم نعرفها ونفقهها ونفهمها جيدا، إن أي نعمة من الله سبحانه وتعالى قد تتحول بفعل الإنسان إلى نقمة، لما يحول الحسنة دي إلى سيئة. يعني ربنا عز وجل لما يدينا شيء، لما ينعم علينا بشيء، والله العظيم إحنا لما نستخلف أنفسنا فيه نعمة الاستخلاف تكون نعمة، لما نشكر ربنا عز وجل حق الشكر تكون نعمة. لكننا إن أسأنا استخدامها وإن جحدنا نعمة الله علينا ولم نؤدي شكر هذه النعمة تحولت النعمة إلى نقمة، لما حولنا نحن الحسنة من الله إلى سيئة. نعم، هذه إنما هي سنة الله في الأرض. ولما نيجي نضرب مثلا بالمال والبنون، وهما من أعظم نعم الله علينا، هم زينة الحياة الدنيا، زي ما ربنا عز وجل قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طب ده البنون دول أي إنسان قلبه بيتعلق بهم، حتى الأنبياء. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رحيما عطوفا متعلقا بأبنائه وبناته. شوف لما أراد أن يضرب المثال بأحب الخلق إليه إنما ضربه بفاطمة بنت محمد صلى الله عليك يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. عايز يقول لو كان أحب الخلق إلي ومن أقرب الناس إلي فعل شيئا حراما لأقمت شرع الله عليه. ده يبين لك قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان متعلقا بأبنائه وبناته. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. شوف سيدنا نوح كيف كان متعلقا بابنه. ابنه مين؟ ابنه الكافر الذي كفر بالله وجحد نبوة أبيه، ومع ذلك لم يستطع أبدا أن يبعد رحمته وشفقته ومحبته بابنه. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. المال ده من أجل نعم الله عز وجل. ده ممكن يكون كثرة المال ووفرة المال عند شخص إنما تكون سببا في دخوله إلى الجنة. ولذلك إنما أباح النبي صلى عليه صلى الله عليك يا رسول الله الحسد بالمعنى الجميل اللي هو الغبطة في المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، منهما رجل أعطاه الله مالا فهو قائم على هلكته في أوجه الخير. يعني ربنا عز وجل لما يفتح على إنسان ويديه مال، الشخص ده يستعمل المال في أوجه الخير، يؤدي زكاة ماله، يخرج الصدقة بتاعته، يصل رحمه، ينشر الخير في المجتمع بهذا المال، يكون سببا في إعطائه الحسنات وسببا في دخوله الجنة. مش بس ده، حتى اللي كانت عنده نية إن يا رب اديني مثل ما أعطيت فلانا فأعمل الخير مثل ما يعمل، هذه النية لوحدها إنما تدخل صاحبها إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، وأصلح نوايانا يا رب العالمين. طب المال ده
اللي هو نعمة، وإن ممكن يكون سبب في دخول حد للجنة، ممكن يتحول إلى نقمة، وممكن يتحول إلى سبب في دخول إنسان إلى النار، أعاذنا الله منها. لما ربنا عز وجل يعطي لإنسان المال فيطغى ويهلك ويجحد نعمة الله، يكون سببا في هلاكه. قال الله عز وجل كما في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. واحد قال: يا رب اديني مثل فلان، ولو انت اديتني المال انا هعمل كل اوجه الخير، هأدي زكاة المال وهتصدق وهصل رحمي وهحج واعتمر وانشر العلم واعمل كل حاجة حلوة. فربنا عز وجل اعطاه المال فتحول قلبه وطغى وقال: انما اوتيته على علم عندي. ربنا عمل فيه ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض. الاولاد دول ممكن يكونوا سبب في تعاسة الانسان. ايوه، مش احنا بنقول الابناء من اعظم نعم الله؟ طب ممكن يكون سلب النعمة هذه سببا في تعاسة الانسان. تعرف جو بايدن اللي هو الرئيس الامريكي قبل المجنون اللي حاكم دلوقتي، واحنا هنا بنتكلم عن انسان، سيبك من وظيفته وسيبك من حياته وسيبك من سياساته. الراجل ده مبتلى في ابنائه، كل ابنائه راحوا منه. كان عنده 3 ابناء، بنته الصغيرة عملت حادثة وماتت وهي صغيرة، وبعد كده ابنه كان مرموق وفي وظائف عظيمة، فجأة ربنا أصابه بالكانسر في مخه ومات. ابنه الثالث فجأة تحول من شخص مرموق رجل أعمال قوي إلى رجل مهدد بالانتحار، بقى يدمن ويتعاطى وبقى كل شوية ينتحر ومرمي في المصحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ربنا عز وجل ممكن يدي الإنسان كل حاجة، رئيس أعظم ولاية أو أعظم بلد في العالم دلوقتي، وربنا عز وجل سلب منه النعمة التي قد يعطيها الله عز وجل لشخص فقير ليس له شهرة مثل شهرة ذلك الرجل. سبحان الله، النعم هذه الله عز وجل قد يعطيها وقد يسلبها، قد تكون نعمة وقد تتحول إلى نقمة، قد تكون سببا في دخول الإنسان إلى الجنة وسببا في دخول الإنسان إلى النار. وإحنا لما نيجي نبص في النعم اللي حوالينا، إحنا قلنا إياك تعد لأنك هتعجز، لأن ربنا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن عايزين نتكلم عن نعمة قد يغفل كثير من الناس عنها، نعمة الرقميات، التقدم العلمي المتمثل في الإلكترونيات، المتمثل في الإنترنت. النت والإنترنت والرقميات موجودة في إيد كل واحد مننا دلوقتي في التليفون، صح ولا لا؟ ممكن الإنسان يستقل الكلام عن هذه النعمة، لكن والله إنما هي نعمة من أعظم النعم على الإطلاق إن أحسن الإنسان استخدامها. يعني يكفي مثلا إن هي بتسهل لك الوصول إلى المعلومة في أي مجال من المجالات. انت عارف زمان كان ممكن يسافروا مسيرة شهر لقد يحصلوا على معلومة نحن نحصل عليها في أقل من ثانية. شوف الإمام البخاري لما أخرج عن جابر بن عبد الله. من جابر؟ إنما هو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص القصة دي تبين لك قد إيه إحنا في نعمة. يقول جابر كما أخرج البخاري: سمعت عن رجل بالشام. سيدنا جابر في المدينة
والتاني في الشام. هذا الرجل عنده حديث سمعه من النبي لم يكن عندي صلى الله عليك يا رسول الله. عمل ايه بقى سيدنا جابر؟ فاشتريت بعيرا وشددت رحلي وسافرت مسيرة شهر، ثم أتيت ذلك الرجل وقلت له لقد سمعت أن عندك حديث سمعته أنت من رسول الله لم يكن عندي. فقال نعم سمعت من رسول الله أنه قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراه. يا الله، الحديث ده أنا وإنت عارفينه من إمتى؟ من وإحنا صغيرين، صح ولا لا؟ إن الناس المعلومة دي عارفينها، إن الناس ستحشر يوم القيامة عراه. دلوقتي بضغطة زر على الإنترنت يجيب لك كل حاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مجال من المجالات، أيا كان مجالك تستطيع أن تصل إلى المعلومة. زمان الصحابة أخذوه كدرا، ما وصلنا نحن سهلا صافيا. واحد اشترى بعير وقعد يشتري المؤنة بتاعته الأكل والشرب، وسافر مسيرة شهر ذهابة ومسيرة شهر إيابة حتى يسمع حديث من عدة كلمات بسيطة لم يكن سمعه من رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله. نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة كبيرة جدا، واللي مش حاسس بيها يبقى جاحد لنعم الله. نعمة الوصول إلى الأشخاص، إن أنت ترفع سماعة التليفون وتتصل بإنسان أو تبعت له رسالة، دي نعمة عظيمة. ده ممكن تحمي الإنسان من كوارث. أنت عارف إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قتل بسبب عدم وجود هذه النعمة؟ إن أغلب الصحابة لم يكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج إنما حاصروا داره والمدينة فاضية، أغلب الصحابة كانوا بيحجوا وسيدنا معاوية في الشام، حتى دخل المغيرة بن شعبة عليه وقال له يا أمير المؤمنين لك إحدى خصال اختار أحدها، إما أن تخرج إليهم وتقاتلهم ونحن معك وأنت على الحق وهم على الباطل، وإما أن ننقب بابا غير الباب الذي هم عليه وتأتي مكة فإنهم لن يستحلوك فيها، وإما أن تأتي معاوية حيث هو في الشام. بيقول له اخرج قاتلهم. فسيدنا عثمان قال له لا، إني لا أحب أن أكون أول من أخلف رسول الله في أمته بسفك الدماء. بيقول له طب روح لمكة مش هيجروا وراك فيها. قال له لا، إني سمعت رسول الله يقول رجل من قريش يلحد في مكة، يعني يعمل المعصية في بيت الله الحرام، عليه نصف عذاب العالم، فلن أكون ذلك الرجل. قال له طب روح لمعاوية في الشام. قال له لا، فإني أكره أن أترك مقام هجرتي ومجاورتي لرسول الله صلى الله عليك يا رسول الله. طب لو كان في تليفون، لو في كذا، طبعا قدر الله حاصل لا محالة، احنا بنتكلم في الأسباب البشرية. كان الصحابة جم من الحج وأنقذوا سيدنا عثمان، كان معاوية جاله في لحظة بالطيارة وبالسفن وبالحاجات دي وأنقذوه. مصيبة إنما شرذمت الأمة إلى هذا الوقت. نعمة من الله عز وجل أن تتصل بمن يغيثك وبمن يحميك. الكاميرات اللي منتشرة في الشوارع دي نعمة الأمن والأمان، نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة كبيرة. ما هو خلي بالك كم من جرائم منعت وكشف من فعلها بهذه النعمة. ما هو في ناس كده يستخفون من الناس ولا يستخفون ايه؟ من الله وهو معهم. المؤمن بيعبد الله عز وجل، خايف من ربنا سبحانه وتعالى. طب غير المؤمن الذي لا يستخفي من الله لكنه يستخفي من الناس، بيعبد الناس، خايف من الكاميرا ولا يخاف من عين الله سبحانه وتعالى. كل هذه نعم من نعم الله عز وجل، إن أحسننا استخدامها كانت نعمة، وإن أسأنا استخدامها انقلبت إلى نقمة
وكما عددنا فوائد هذه الأشياء سنعرج اليوم أو نعرج الآن بعد الخطبة الأولى على أضرارها وكيف تتحول هذه النعمة إلى نقمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. زي ما اتفقنا إن هذه الأشياء نعمة، الإنترنت والرقميات والإلكترونيات نعمة عظيمة، ولكن هناك من أساء استخدامها. لا شك إن هي تتحول إلى نقمة إن استخدمناها في سرعة الوصول للمعصية. زمان كان الإنسان عشان يعمل معصية كان يبذل جهدا، صح ولا مش صح؟ دلوقتي بهذه الأشياء بضغطة زر، بفتحة موبايل، بالدخول على الإنترنت والمواقع والفيديوهات المسيئة، يستطيع الإنسان أن يصنع الفاحشة وأن يفعل المعصية وأن يتعامى عن قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الحاجات دي تنقلب إلى نعمة لما نستخدمها في أذية الناس والسخرية منهم. ربنا عز وجل منعنا من أذية الناس. قال الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. انت تلاقي في المواقع دي سهلت، سبحان الله، ممكن تلاقي الإنسان في الحياة الطبيعية دمث الخلق، رفيع الأخلاق، مبتسم، هادي، وتلاقيه في التعليقات بتاعته قاعد ينطور شتيمة هنا وهنا، صح ولا لا؟ لا حول ولا قوة. ايه اللي غير؟ طب ما انت معانا في الحياة وزي الفل، ليه قاعد تشتم ده وتسب ده وتسخر من ده وتفعل ذلك؟ يبقى هذا الشخص ليس دمث الخلق، إنما خواف. هو بيعمل كده بين الناس عشان خايف من العقاب، لكن لما يحتمي خلف هاتفه إنما يأذي هذا ويسخر هذا ويقع في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك من الناس من يأتون يوم القيامة بأمثال الجبال من الحسنات فيذهبها الله هباء منثورا. ليه؟ أتى بحسنات، كان يصوم ويصلي، ولكنه ضرب هذا وسفك دم هذا وسب هذا ووقع في عرض هذا، حتى أخذ الله من حسناته وأعطاهم وأخذ من سيئاتهم وألقاها عليه. للأسف الحاجات دي حولتنا كلنا إلى قضاة. دلوقتي انت سهل، وهي دي بقت الحاجات المشهورة، سهل تشوف فيديو واحد مصوره لشخص بيضرب شخص أو بيشتم شخص أو شخص يقال عنه سارق، أنا وإنت على طول في لحظة نتحول إلى إيه؟ قضاة. طب ومين اللي قال لك إن الراجل ده فعلا بيضرب أو الراجل ده فعلا بيسب؟ ما يمكن ضرب عشان اتضرب قبل ما يتصور الفيديو، يمكن شتم عشان اتضرب قبل الفيديو، يمكن ما كانش بيسرق، يمكن ده ماله. امال نقول ايه؟ نحكم عليه ازاي؟ مش مطلوب مني ومنك نحكم اصلا، نحن لسنا قضاة. العلم عند الله في الآخرة، في جهة قضائية هي التي ايه؟ تحكم. في حد بيدرس وبيشتغل وبيعمل وبيرتقي حتى يصبح قاضيا. انا وانت مش قضاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان فين؟
في النار. القاضي اللي في النار ده منهم رجل حكم بغير علم. طب أنا شفت فيديو قلت دي إنسانة مش خلوقة، إنسانة تفعل الفاحشة وهي مبرأة عند الله عز وجل، أنا هقف عند الله بذنبها ولا لا؟ هقف عند الله بذنبها. هذه الأشياء ونعمة الإنترنت ونعمة الوصول للمعلومة نعمة كبيرة، الله عز وجل أنعم بها علينا حتى يرفع من علينا الجهل، وحتى نتعبد إلى الله بعلم، وحتى نتقدم في حياتنا. لكننا إن أسأنا استخدام هذه الوسائل تحولت إلى نقمة، وتحولت الحسنة إلى سيئة، وبدلا من أن تقربنا لله عز وجل تكون سببا عن بعدنا عن أخلاقنا وعن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن الله، فتكون سببا في إقحام الشخص نفسه إلى عذاب الله. نبرأ لله عز وجل من كل ذنب. هذا ما عندي والله أعلى وأعلم، وما كان من خير فمن الله، وما كان من شر فمني ومن الشيطان. اللهم ارزقنا حبك.